الراجل اللي اسمه يستر ده عبقري، ده اقل وصف ممكن نقدر نوصف فيه الراجل ده، وشويه وقت وهنشوف معاه احلى كوره حقيقي. الراجل ده انا ما عملتش عليه فيديو بعد المباراه، الناس طلبت مني ان انا اشوف شغل الراجل وابروزه، فتعالى بقى اوريك الهدف الاول من البدايه كده واتفرج على عظمه تيستور. الكره مع ياسر ابراهيم، هنا 3 لعيبه من النادي الاهلي مع 3 لعيبه من الزمالك، يعني مان تو مان. فالراجل بقى عايز يضرب خط دفاع الزمالك، هيعمل ايه؟ فالحل ان احنا نرمي 4 لعيبه في جبهه واحده، وده اللي دايما بيتعمل مع الراجل في كل المباريات اللي فاتت. هنا بن شرقي بعبقريه نزل وسحب معاه فتوح وشاور لزيزو ان هو يتحرك معاه في المساحه، وزيزو فعلا اتحرك في المساحه اللي فضها له بن شرقي، وبن شرقي فضل ينزل اكتر واكتر فخد عين لعيبه منتصف الملعب، وبعد كده غفلهم ووقف في ظهرهم. والكره لما اتلعبت لهاني في المكان ده، فبطبيعه الحال اللعيبه اللي كانت مع بن شرقي بتوع نادي الزمالك فضلوا باصين على الكره ونسوا خالص بن شرقي اللي سحبهم للفخ ده وواقف في ظهرهم. فهنا فتوح ساب مكانه،